اليوم إن شاء الله بنسوي لكم الكليجة. الحين أنا مقادير اللي معتادتها أقيس بالقياس. الحين هذا الكوب حطيت منه 6 طحين، هو المقدار الواحد 3 أكواب طحين، خاشوقة واحدة من هذه المعيارية بيكنج بودر على كل 3 أكواب. والحين البيكنج بودر حطيته عليه وقاعدة أنخله لأنه فيه مفصل شوي، وراح أرش على هذا المقدارين كل واحد شوية رشة ملح، رشة مو وايد الملح زين. وراح أجيب له 3 أكواب أنا زبدة مذوبتها، ونفرك الطحين كل زين وبعدين نعجنه. الحين احنا بس عملية الفرك يبيلها وايد وقت. شفتوا كله ما تقبل الغلط، اذا انتم التزمتوا بالمقادير تجي مثل ما تبون. الحين افركها، يعني لازم نلابس الطحين ويا الزيت، قصدي الزبدة كلش نفركها، تحسون انه يصير الطحين مع الزبدة مثل الرمل. شوفوا شلون نفركها، لازم تفركون الدهن زين لمن يشرب الطحين كله. الحين خلصنا، شوفوا شلون شكل الطحين صار بعد ما فركناه، يعني صار مثل الرمل. الحين نبدي نعجنها. العجين شلون؟ الحين انا عندي هذا منقوع ماي ورد وهيل وزعفران راح احطه عليه، وعندي كوب حليب. الحليب ما راح احتاجه كله حق العجان، شويه شويه احط عليها لانه ما يبي لها، يعني مو مثل عينه الفطاير نعجنها، لا لازم شويه تصير يابسه. راح اخليها يعني العجان، اخلي الطحين بس يتماسك شويه العجينه، يعني ما نبيها لينه ولا نبيها يابسه قاسيه، عشان بعدين احنا لما نشكلها راح نحطها بالقوالب، يعني عشان تظل النكشه مالت القالب. اذا صارت لينه وايد راح تتعبكم باللف الحشوه، قصدي لما تحشون الكليجه، وما راح تتشكل براحه. والحين هذه شكل العجينة النهائي. طبعا عينتها أنا تقريبا احتاجت لي كوب وربع، حطيت لها حليب. شوفوا شلون يصير، يعني لازم نرش شوية حليب ونعجن. والطريقة العجن لازم يعني كأنها شلون تطبقونها على بعض، انزين تعصرونها شكل تبون الأطراف مني ومني وتلملمونها، مو عيان هالشكل عيان الخبز. وإذا واحد عنده عجانة يصير بس على الخفيف. فالحين راح اتركها ترتاح تقريبا ساعة، ساعة الا ربع هالشكل، وابدي اشكلها الا انا اكون مجهزة الحشوات. والحين هذه حشوة الكليجة. الحين هني حطيت كوبين جوز، حطيت عليهم ربع كوب شكر ورشة دارسين وقفشة الكوب هيل. الحين اخلطهم. وش اسوي علشان يتماسك وما ينثر علينا؟ ارش شويه ماي ورد اول شيء، بس هذا القدر كافي للكوبين. الحين بعد شويه احط عليه عسل عشان شنو؟ يتلبق وما يتناثر. وانا الجوز قشرته طبعا، جايبته بقشوره وثرمته ناعم، ما احب اطحن بالمطحنه، او يعني اكو ناس يبشرونه. احسن شيء هو حق الجوز حق الكليجة انك تثرمين الجوز على ايدينك. وهذا التمر سويته يعني مثل التمرية، حطيت عليه شوية زبدة وعبشته. والحين يبي له شوية عسل عشان شنو؟ التلابة. اللي يبي يزيد الشيرة مالته عادي مو مشكلة، يحط شكر زيادة ويحط عسل علشان شنو؟ تماسك اكثر. بس قفشتين كافي عشان نزيد الحالات.
وهذه العينة مالتها ارتاحت. الحين ابدي اسويها قدامكم. والحين بدينا نشكل الكليجة. شوف العجينة شلون صارت ترفة وحلوة وتنمد، لأنها بعد ارتاحت أكثر من ساعة. حطوا الحشو، لا تقصرون بالحشوة. العجينة لا تكون خفيفة ولا تكون متينة. بعدين سووها كذي عشان شنو هم يطلع منها الهواء وتنفرد العجينة. حاولوا انه صوب التسكيرة الشكل. بعدين شو نسوي؟ نحطها بالقالب، لان انا بسوي مالت الجوز طويلة بهذا القالب. شوي ما نقدر. شفتوها؟ وخلي هذا هم القالب المدور حق التمر. هذه الحين مالت الجوز خلصناها. اكمل وان شاء الله تشوفون الباقي. وهذا الشكل النهائي للكليجة. هذه كليجة الجوز وبقيت التمر بالفرن. علينا وعلى عيونكم بالعافية. مثل ما قلت لكم اي اضافات حسب الرغبة. الحشوة، الماي الورد، اكو ناس يحطون ماي زهر، انا حطيت ماي ورد. اكو ناس يحشونها هذا اللقم اللي هي راحة الحلقوم. اكو يحبون جوز الهند ويا الشكر شوية والهيل، او يحطون ويا حليب مكثف وتمور وجوز وهيل والزعفران حق الحشوة. اكو ناس يحطون، اكو ناس ما يحطون، حسب الرغبة. بعد انا هذه طريقتي المعتمدة اللي هي 3 قلاصات طحين بكوب دهن. واهم شي ينفرك الدهن بالطحين، وبعدين تعجنونه بحليب، شوية ماي ورد وهيل وزعفران، بيكنج بودر على كل 3 قلاصات بيكنج بودر، قفشة واحدة البيكنج بودر العودة. وتحطون الهيل والماي الورد والزعفران، قصدي الماي الورد والزعفران والهيل تنقعونه بماي الورد وتعجنونه بحليب. اي اضافات ثانية ما نجحت عندي نهائيا. اكو ناس يحطون خمرة، فانا ما اغير. هذه اللي متعلمتها ودايم اسويها. علينا وعلى عيونكم بالعافية. وهذه الصينية الثانية مالت حشوة التمر خلصت. وهذه حشوة الجوز. وكل عام وانتم بخير. الله يعودنا ويعودكم بالخير والصحة والسلامة.